كشفت مصادر مطلعة من داخل القلعة الحمراء عن تحركات جادة للمدافع الشاب أحمد عابدين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لحسم مصيره خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. ويأتي ذلك في ظل رغبة اللاعب القوية في الحصول على فرصة للمشاركة الأساسية، وهو الأمر الذي يراه صعب المنال حاليا داخل تشكيل المارد الأحمر المكتظ بالنجوم والخبلات. عرض برتغالي ومنافسة ثلاثية محلية. أفادت التقارير أن عابدين الذي يعد أحد أبرز المواهب الدفاعية في قطاع الناشئين بات مطمعا لعدة أندية. وأكدت المصادر أن اللاعب يمتلك حاليا عرضا رسميا من أحد الأندية البرتغالية، وهو العرض الذي يدرسه اللاعب بعناية في ظل طموحه لخوض تجربة الاحتراف الأوروبي في سن مبكرة. وعلى الصعيد المحلي دخلت ثلاثة أندية في سباق محموم للظفر بخدمات المدافع الشاب على سبيل الإعارة، وهي سيراميكا كليوباترا، مودرن سبورت، نادي بتروجيت. كأس عاصمة مصر، الفرصة الأخيرة لإثبات الذات. يسعى أحمد عابدين لاستغلال بطولة كأس عاصمة مصر الجارية حالياً كمنصة لإظهار إمكانياته الفنية للمدرب الدنماركي يوس توروب. ففي ظل اتجاه توروب للاعتماد على البدلاء والعناصر الشابة في هذه البطولة لتعويض غياب العناصر الأساسية، يطمح عابدين لتقديم أداء قوي يعزز من قيمته التسويقية قبل اتخاذ قرار الرحيل، خاصة بعد استبعاده من قائمة الفريق في المواجهة الأخيرة أمام إنبي في الدوري. استراتيجية الأهلي: الإعارة من أجل التطوير. تتوافق رغبة اللاعب مع رؤية إدارة النادي الأهلي التي تضع خطة طويلة الأمد للاعبيها الشباب، حيث ترحب الإدارة بخروج عابدين في تجربة احترافية أو إعارة محلية لضمان مشاركته في دقائق لعب كافية تسهم في نضجه الفني والبدني، مع فرض رقابة لصيقة من الجهاز الفني لمتابعة تطوره عن كثب قبل استعادته مستقبلا كركيزة أساسية للدفاع الأحمر. حسم المصير خلال أيام. من المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة جلسة حاسمة بين اللاعب ووكيل أعماله والإدارة الرياضية للنادي الأهلي لمناقشة كافة العروض المطروحة، وتهدف الإدارة لاختيار الوجهة التي تضمن للاعب أكبر قدر من المشاركة الفعلية، سواء في الملاعب الأوروبية عبر بوابة البرتغال أو في الدوري المصري الممتاز.